النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة. فقام عثمان قال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. كان ينبغي أن يكتفي بهذا. قال: وعلي 100 أخرى يا رسول الله. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ثم ذهب رضي الله عنه فأتى ب1000 درهم فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المبارك: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وسبحان الله، هذا الشيء تكرر في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قحط الناس في زمان أبي بكر فجاءوه قالوا له: يا خليفة رسول الله، أمسكت السماء وأجدبت الأرض فما نحن صانعون. أبو بكر رضي الله عنه قال لهم: أبشروا لا تمسون حتى يأتي الله بفرج، حتى يأتي الله بفرج. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه جاء أجراؤه الذين كانوا على تجارته من الشام، ومعهم بر وشعير وتمر وما إلى ذلك من خيرات الشام. فجاء التجار يطرقون بابه، فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا له: إن الناس قد قحطوا وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعنا لنوسع على الناس. قال: حبا وكرامة، ادخلوا، كم تعطونني؟ قالوا: نربحك في الدرهم درهما. قال: هناك من زادني. قالوا: درهمين. قال: هناك من زادني، إلى أن بلغوا 10 دراهم في الدرهم الواحد. فقال: هناك من زادني. قالوا: من زادك؟ نحن تجار المدينة. فقال: إن الله تعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أشهدكم أنها في سبيل الله. جعلها كلها للمسلمين. هذا الرجل نفقته رضي الله عنه ما يضاهيها إلا نفقة أبي بكر عليهما من الله الرضوان.